السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا دينا هعمل معاكم النهارده وصفه سهله وبسيطه، مش تاخد معانا اي وقت خالص. هعمل معاكم الحواوشي بالعيش البلدي العادي بتاعنا. انا مش بحب اجيبه من بره خالص، بحب اعمله في البيت، بيبقى اوفر انضف مراحل. استخدمت معانا نص كيلو لحمه مفرومه فيها نسبة دهون، وبحط لنص كيلو اللحمة نص كيلو بصل. دول حبايتين فلفل اخضر وحبايتين فلفل احمر فرمتهم ناعم. استخدمت توابل معلقة صغيرة فلفل اسود وكمون وبابريكا وبهارات حواوشي، توم باودر وبصل باودر ومعلقتين ملح. وهنا في اي بولة عندنا هنبدأ نخلط المكونات بتاعتنا. هنحط اللحمة المفرومة وعليها البصل والفلفل والبهارات بتاعتنا. وانا هنا حطيت رشة بيكنج باودر، هي حاجة اختيارية بس انا بحس انها بتدي طراوة للرغيف. هنفضل نعجن المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما نلاقيها اتسمغت مع بعض زي ما هتشوفوها دلوقتي. دي كده بقت عجينة واحدة متسمغة كويس جدا. دلوقتي هنبدأ نحشي الرغيف بتاعنا. ده بيبقى عيش نجيبه مخصوص من عند المخبز، بنقول عايزين عيش حواوشي. طبعا الكمية دي ترجع لكل واحد وذوقه، يعني في ناس تحب الكمية كبيرة، في ناس تحب الكمية قليلة. انا بحبها مظبوطة، ولا هي كتيرة قوي ولا هي قليلة قوي. ودول كده ما شاء الله 12 رغيف حواوشي، يعني نص كيلو لحمة مفرومة لما معانا 12 رغيف حواوشي، حجمهم كبير ما شاء الله مش صغيرين. هنيجي هنا بطاسة سخنة على النار، هنديها مسحة زيت. هنيجي على كل رغيف من كل جنب هنديله مسحة زيت برضو. هننزل بيه في الطاسة. اول ما يبدأ ياخد لون من على جنب هنقلبه على الجنب التاني، وهنفضل هكذا. ولو لقينا محتاج زيت تاني ممكن نديله مسحة بسيطة، بس نحاول على قد ما نقدر ما نكترش زيت عشان من الرغيف ما يطلعش معانا ناشف ومش حلو خالص. اول ما نطلع الرغيف على طول هندي مسحة زيت للطاسة تاني، والرغيف اللي بعده هنديله مسحة من كل جنب برضو. هنفضل هكذا لحد ما نخلص الكمية كلها. من ناحية التسوية في الطاسة محدش يقلق، الرغيف بيطلع مستوي وجميل جدا، مبيطلعش ني خالص. وده الاخر كام رغيف حطيت فيهم جبنة موتزاريلا لزوم الدلع بقى. طعمهم كان طالع جميل بجد، كان الميكس ما بين اللحمة المفرومة والجبنة موتزاريلا انا بحبه جدا. وبكده نكون خلصنا الكمية اللي عندنا. بجد يعني الحاجة اللي بتتعمل في البيت بيبقى لها طعم مختلف كده واحسن من الجاهزة بمراحل. كده بنكون خلصنا وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير. باي باي.